السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، كل عام وحضراتكم طيبين، كل عام وحضراتكم بألف خير. رجعت لكم من جديد بمسابقة جديدة وجايزة جديدة في المطبخ مع سنة. والحقيقة المرة دي فكرت كتير قوي في المسابقة دي، لأني كنت عايزة أعمل جايزة كده يعني تناسب الأشهر الفضيلة اللي احنا فيها. وفي الآخر اخترت الجايزة بالفعل اللي بتمنى يا رب من كل قلبي إنها تعجبكم. قبل ما أقول لكم السؤال، أكيد لازم أخدكم نشوف مع بعض الجايزة بتاعتنا عاملة إزاي. يلا بينا نشوفها مع بعض. الجايزة بتاعتنا هتكون الإسدال القمر ده. بصراحة فكرت كتير قوي، ملقتش لا أنسب ولا أجمل من الإسدال، خصوصا في الأيام دي، الأيام اللي كلها روحانيات، وخصوصا كمان وإحنا مقبلين على شهر رمضان الكريم. اللهم بلغنا شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. مفيش ست أو بنوتة مش بتحتاج الإسدال. الإسدال زي ما انتوا شايفين غاية في البساطة، لكن قد إيه رقيق. وهدخل معاكم كده بقى علشان نشوف تفاصيله. الإسدال زي ما انتوا شايفين هو بني، بس مش بني غامق، عارفين لون درجة الكاكاو كده، الدرجة الحلوة دي. وزي ما انتوا شايفين كده التفاصيل بتاعته هو رقيق قوي قوي قوي، في ورداية كده بيج في اسود، بجد حلوة قوي قوي. زي ما انتوا شايفين كده معايا كمان الإشارب بتاع الإسدال، الإشارب بتاعه عريض. التلبيس بتاع الإسدال لحد 85 كيلو. الخامة بتاعته فسكوز ناعمة جدا. كمان الأكمام بتاعته معمول فيها أستك كده في نهايتها زي ما انتوا شايفين، بجد حلو قوي. وكمان الخامة بتاعته ان شاء الله على خير هتبقى مناسبة للأيام الجاية. احنا عارفين ان شاء الله على خير شهر رمضان هيجي في الربيع، فهيبقى الإسدال مناسب جدا للأجواء دي. الإسدال بتاعنا طبعا للصلاة، وكمان أنا شايفة إنه ممكن ينفع كمان إذا حبينا نستقبل بيه أي حد. الإسدال بسيط قوي، وأنا دايما مع فكرة إن رقة الأشياء وجمالها في بساطتها، فبساطة الإسدال بجد مدياله يعني شياكة كده. دلوقتي بقى حبايب قلبي هنعرف السؤال اللي هتكون جايزته إن شاء الله على خير، الإسدال القمر ده. بعد ما شفنا جايزتنا حبايبي اللي بتمنى يا رب تعجبكم، هنيجي بقى للسؤال. والسؤال سهل جدا كالعادة. أنا هسألكم عن اسم أقصر سورة في القرآن الكريم، أقصر سورة في القرآن الكريم. وعشان أسهل عليكم الموضوع أكتر، أنا هعمل لكم اختيارات، وهسألكم وأقول لكم اسم أقصر سورة في القرآن الكريم. هل هو الكوثر، أو الإخلاص، أو العصر، أو النصر؟ يا ترى إيه اسم أقصر سورة في القرآن حبايب قلبي؟ حبايب قلبي مرة تانية، كل عام وحضراتكم طيبين. بتمنى من قلبي إن الفيديو يعجبكم. يا ريت إذا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم الجميلة، بشير للفيديو عشان الكل يستفيد، باشتراككم تنوروا قناتكم في المطبخ مع سنة. بحبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.